النص اللي على اليمين ده اللي خلص. طبعا الفرق واضح. لو عربيتك غاليه عليك فانت فعلا في المكان الصح. النهارده هنوريكم مراحل تطبيق البروتكشن فيلم في نانو فور لايف. اول مرحله معانا الغسيل، وهنا بنجهز العربيات للبروتكشن فيلم. العربيه اول حاجه بتعمل كلي بار، ودي هدفها ان احنا بنشيل اي ضغط او زفاره موجوده على الدهان. بعد كده العربيه بتتيب كل الاجزاء، الفبره او السواك العاليه بتتيب، الهدف ان ما يحصلش فيها اي مشكله مع مرحله التلميع. بعد كده بنشتغل الكومباوند والبولش. الله ينور يا سيدي. ده قبل شغلنا. دهان طبعا كل سورزات، خدوش، طفيه اللون، طفيه اللمعه. النص اللي على اليمين ده اللي خلص. طبعا يعني مش خدوش بس اتعالجت، هو العربيه بقت لون تاني. والاهم ان العربيه بتطلع نفس القرايات. يعني ده النص اللي لسه ما اشتغلناش عليه. لما نيجي نشوف القرايات 137 مايكرون، 128 مايكرون. ده النص اللي اتعالج خلاص، ده جاهز على البروتكشن فيلم 128. معانا الكيا سيرنتو دي في مرحله الكار كير. طبعا الفرق واضح ما بين قبل وبعد. الصالون طبعا بيتعمل بالكامل نانو سيراميك. لازم السطح يكون متجهز ومتنضف كويس جدا، لهدف لما نبدا نفلت طبقه النانو ما يبقاش فيه اي حاجه عازله. وهنا بنطبق البروتكشن فيلم. وهنا اول مرحله اننا بنفك اجزاء معينه في العربيه زي الاوكر والجرايد، وموضوع الفك ده اختياري مش اجباري. تاني حاجه اننا بنفصل اجزاء العربيه قطعه قطعه. ومعانا برده البيجو بروتكشن فيلم. ولو حضرتك حابب تقضي معانا وقت التشغيل بالكامل وتتفرج على مراحل الشغل مرحله مرحله، ده ما عندناش فيه اي مشكله. باشمهندس بهاء، ايه رايك في الشغل ده؟ انا بصراحه جاي في المراجعه بتاعتي والموضوع شيق جدا، يعني انا حابب ان انا اشوف المراحل دي بصراحه. نورتنا. الله يخليك يا باشمهندس. احنا في نانو فور لايف قادرين نجمع ما بين المهنيه الشاطره والخامات المحترمه. كلمنا دلوقتي عشان تحجز ميعاد لعربيتك. شكرا ليك.